ان انت تقومه، وان انت يكون عندك صلابة نفسية اقوى منه، علشان الطاقة دي بتوصل له، فبالتالي صلابته النفسية بتبقى قوية. يعني انت لما بيكون عندك مشاعر ايجابية وبتقويه ويلا وان شاء الله هتبقى كويس وده والمرض ده بيجي عشان تطهير ذنوبنا وان شاء الله هتبقى كويس وانت قوي. دعم، يعني هو محتاج دعم نفسيا، عايز طاقة إيجابية حواليه عشان الطاقة دي بتوصل له، وبالتالي بتساعده إن هو يتشافى بسرعة. فخلوا بالكم من المشاعر دي أو من السلوكيات دي لما يكون عندنا حد غالي علينا ومريض أو في أزمة ما. المفروض ان احنا ندعمه نفسيا، نداري مشاعرنا، مشاعر الحزن ومشاعر الألم نداريها على قد ما نقدر، ونوصل لهم مشاعر إيجابية بس يكون بصدق عشان الطاقة توصل لهم، وبالتالي يكون عندهم